طبعًا كلنا عارفين إن ده بطل السفرة في رمضان، ده أساسي في رمضان وخصوصًا أول يوم كده في رمضان بنبقى عايزين بطاية كده حلوة ونعملها بتتبيلة مميزة وطعم مميز جدًا، ريحتها تجيب لآخر الشارع وطعمها مميز، نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولأول مرة يشوف قناتي أنا اسمي سما عمر. أول حاجة كده جبت بطاية، البطاية ده حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص، يعني ما تزيدش عن 3 ونص، تمام. أول حاجة كده باعمل فيها إيه، هاعملها المحلول النقع بتاعها، يعني ده 2 لتر من المَيّة، جبت معلقتين سكر، معلقتين ملح، جبت كمان قشر برتقان، ليمونة كده مقطعاها كده شرايح، جبت حوالي من 3 ل4 معالق من الخل. هاقلّب كل الحاجات الحلوة ديّة، طبعًا البرتقان والليمون بيخلّي ريحة بَط أو فراخ أي حاجة من ديّة بتخلّيها ريحتها تحفة جدًا، تمام. أنا باعمل من وقتين عاملاها من بالليل، يعني محلول النقع بتاعها ده بدأت أعمله من بالليل، دلوقتي ده تاني يوم الضهر، تمام. من بالليل بدأت أعمله لحد تاني يوم الضهر، يعني قعدت معايا 12 ساعة في محلول النقع، بقت طرية جدًا ولحمتها طرية. شِلتها كده من محلول النقع، شطفتها كويس جدًا، جدًا تحت الحنفية برضه، شطفتها من جوّه ومن برّه، وبدأت أنشّفها كده شوية من المَيّة وأسيبها تتصفى. تمام، نبدأ نعمل الخلطة بتاعتها اللي هي عبارة عن كوباية كده من عصير البرتقان، عصرته بالعصارة، مفيش فيه مية ولا سكر ولا أي حاجة، ده برتقان فريش. جبت كمان معلقتين 3 كده من بشر البرتقان، وجبت بصلاية كبيرة كده بشرها ناعم جدا، وجبت كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من دبس الرمان، حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل، تمام. هجيب كمان معلقة صغيرة من الزعتر. حلو كده الكلام ده لحد دلوقتي. كده التوابل بتاعتنا. جبت كمان مكعب مرق الدجاج عشان تخلي الطعم احسن واحسن. هظبط الملح بتاعنا، احط بقى الملح بالطريقة دي، بالشكل ده. الملح طبعا انت هتظبطيه. حطيت كده حوالي معلقتين 3 كده من الزيت، وكل الخلطة الجميلة الحلوة والحاجة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الجمال واللون، وريحتها حلوة قوي الخلطة دي، ريحتها تحفة تحفة. شايفين الجمال وشايفين لونها. نبدأ بقى ايه، افتح البطة بتاعتي كده من فوق من عند الصدر بتاعها، بفتحها كده بالسكينة، بعمل فيها فتحات علشان انا عايزة الخلطة دي تدخل جوه البطاية، تمام. لو البط اللي انت جايباه اللي هو العتيق اللي هو الكبير في السن بيبيض، الافضل ان انت تديله سلقة، يعني تسلقيه. يا إما بقى هياخد وقت كبير في الفرن عادي، يعني ممكن حسب عمر البطة أو وزنها، يعني لو البطة كبيرة في السن وبتبيض وعتيقة هتاخد معاكي وقت في الفرن. البطة سنها صغير، ملحقتش يعني برضو مش هتاخد وقت كبير قوي. فأنا مثلا البطة بتاعتي ديت معدية 3 كيلو، ما شاء الله 3 ونص. فقعدت معايا حوالي ساعتين، سبتها كده ساعتين عشان أنا عايزاها كده تبقى مستوية حلو. فهابدأ بقى أعمل مساج وأحط كده في الخلطة من تحت الجلد، وأدخل الخلطة من جوه من بطنها ومن الفتحات، يعني مش هسيب حتة لما أدخل فيها الخلطة الجبارة دي. شايفين الجمال. هسيبها بقى حوالي ساعة كده أو ساعتين في الخلطة دي، تمام. بعد ساعة أو ساعتين ببدأ أحط بقى خضار كده في الصينية. ممكن ما تحطيش عادي فبراحتك، برضو قطع برتقان، قطع بطاطس، جزر، طماطم، بصل، فلفل، اللي موجود عندك. ممكن ما تحطيش خالص، تمام كده. ببدأ أحط بقية الخلطة ديت على الخضار ده بس تاخد من الطعم بتاع الخلطة دي، وأقلبها كده. وبعدين أجي أحط البطاية بتاعتي الجميلة دي بعد ما عدى من ساعة لساعتين في التتبيلة القمر دي. اللهم بارك على الجمال، تحفة جدا، الريحة تحفة. جبت بقى ايه، ورقة زبدة. أهم حاجة ان انت تغطيها بورقة زبدة. والله لو عندك كيس حراري يكون أفضل، لأن الكيس الحراري بيبقى مقفول وبيسوي البطاية، بيخليها طرية وحلوة. لكن لو مش عندك كيس حراري اعملي الحركة بتاعتي دي. اهم حاجة انك تجيب ورق زبدة تغلفي بيه وتكتمي بيها عشان ما يخرجش اي بخار،
وبعدين حط ورق فويل براحتك، ما تحطيش الفويل الاول على الاكل علشان ده غلط، لازم تقفليه بورق زبدة الاول. كده حطيت ورق فويل 2 أو 3 من الورق الفويل، قفلتها بكذا ورقة من الفويل عشان أنا عايزة أكتم البخار ما يخرجش فيسوي البطة معايا. قعدت معايا ساعتين في الفرن. أول نص ساعة عليت النار، بعدها كده ساعة ونص خليت النار متوسطة واستوت معايا. شفت اللحمة مشوية تحفة، ريحتها تحفة، طعمها كان خطير. بألف هنا وشفا. احتفظي بالفيديو ده عشان رمضان. سلام عليكم.